يا مساء الفل عليكم. شايفين الجمال ده؟ انا من جمال شكلها سميت الطاجن ده تورتايه، بس طبعا تورتايه حادقه. شايفين شكلها؟ شرايح لحمه مع بصل مع بطاطس مع جزر، والطعم رهيب. اختراع كده على الماشي، وجبه كده كامله الصراحه وصحيه جدا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. انا معايا هنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، ومعايا شويه خضار، بصل شرايح، بطاطس شرايح، طماطم، قرن فلفل، ومعايا هنا بصلاية مفرومة هحطها على اللحمة. تمام، وهحط بقى عليها شوية قرفة صغيرين وجنزبيل وشوية فلفل أسمر وشوية سبع بهارات والملح بتاعي، واللي هحطه على اللحمة هحطه برضو على الخضار زي ما انتوا شايفين كده. هقلب اللحمة والبصل تقليبة حلوة جدا. اهو خلاص كده، هاجي بقى للبايركس بتاعي او صينية اي حاجة عندك اعملي فيها. نص معلقة زيت زيتون عشان بس ما تلزقش مني. هوزعها كده بالفرشة في الطاجن، وهنزل بقى بالخضار بتاعي. هنا رصة الخضار يعني انا حبيت ان كل حاجة في الخضار تبقى باينة، فرصتها الرصة اللي انتوا هتشوفوها دي. شايفين؟ هبدأ بالبصل كده وبقرن الفلفل، مش عايزة الفلفل الحامي ده شيليه براحتك، حطي بداله رومي. اي حاجة عندك حطيها. عايزة تزودي بقى شرايح كوسة ممكن تزودي شرايح كوسة، برضو الطبق هيبقى متكامل اكتر. خلاص كده حطيت الطماطم، وبعد كده بقى احط شرايح البطاطس اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهفرد بقى عليها اللحم. هحط الكمية كلها وهفرد بالراحة قوي لحد ما تغطي الخضار. انتوا هتشوفوا كده معايا. هبدأ بقى اعمل بايدي عشان ايه كل حاجة كده تتظبط. اهو خلاص غطيت الخضار خالص، وعلى الفرن بقى يعني درجة حرارة متوسطة كده، هتاخد لها تقريبا تلت ساعة. اهو ده شكلها. وبعد كده فتحت عليها الشواية، اللحمة بس تاخد ايه تحميرة كده من فوق. هقلبها بقى في الطبق بتاعي، وما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، شكلها خطير. شايفين جمالها وطعمها وريحتها تحفة، جنب شوية رز بقى بشعرية أو شوية مكرونة، حاجة كده خطير. شوية بقدونس كده، وجربوا الوصفة دي وإن شاء الله هتعجبكم. ولايك وشير لو عجبك الفيديو. باي باي.